دام تبحث عن المعركة أنت اعترفت على أنه فعلا كان هناك تحالف ودفاع مشترك بين الشعب المغربي، بين الجيش المغربي والجيش الموريتاني، وهذه وحدها قاع كافية قاع عندي أنا مثلا. أنا نفتخر بهذه، أنا نفتخر على أنه الجيش الموريتاني كان واقفا مع الجيش المغربي لصد عدوان جبهة البوليزاريو والنظام الجزائري وأزلام المرتزقة اللي جابوهم. أنا ده نفتخر به. فبالتالي الناس اللي تحاول على أنها تخبي الحقائق اللي معروفة، الحقيقة هي أن جبهة البوليزاريو حاولت احتلال نواكشوط. الحقيقة هي أن جبهة البوليزاريو والجزائر كانت أيديهم وما تزال ملطخة بدماء الشعب الموريتاني الطاهرة. الحقيقة أن قذائف ورصاص وبنادق الجزائر وجبهة البوليزاريو قصفت أراضي الدولة الموريتانية في عدوان غادر وغاشم وعلى غفلة. وهذه الحقيقة اللي ما تقدروا تنكروها، حقيقة ما يقد واحد يجحدها ولا ينكرها. تقول لي ذاك التاريخ نسيناه، لا نكمل غير 30 ثانية أستاذي. سمعت واحدين قال لك ذاك التاريخ كان بيننا وبين الصحراء بين الجبهة ونسيناه. التاريخ بين المغرب علاه ما تنساه؟ علاه التاريخ بين المغرب تنساه؟ لا تدور تجبدها. المغرب قال راهي موريتانيا، المغرب يدور يتوسع علينا، المغرب يدور وذاك اللي بينك وبينه الدم، اللي بينك وبينه الدماء الزكيه من ارواح الشهداء القوات الجيش الموريتاني، هذاك نسيتها وذهبت هباء الرياح، ادراج الرياح. يا غار كلمه خرجت من مسؤول سياسي في حزب ما قديت تنساها، لا تدور تجبدها باش تعرفوا النفاق. ولكن احنا ولله الحمد واقفين ولا نستمر في خطابنا، خطاب الوحدة وخطاب الأخوة وخطاب المصالح المشتركة وخطاب المستقبل وخطاب الوحدة الاقتصادية والسياسية والتعاون العسكري والمشاريع اللي لا تعود بالنفع على الشعبين. ده اللي لا يندفعوا به وده اللي لا يمشوا به. احنا ما قلنا لكم سبوا هذا ولا سبوا هذا ولا سبوا هذا، احنا لا نتصداو لكل خطاب يزرع الكراهية دولتين محوريتين في غرب افريقيا اللي هي الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه بموقعها الاستراتيجي وبين المملكه المغربيه اللي ولله الحمد مكانتها معروفه في العالم. فبالتالي احنا دافعين بالتوجه اللي دافع به حكوماتنا واللي دافع به قياداتنا السياسيه، واللي واحدين يجوا يبخسوه ويحاولوا يغطوا عليه ويحاولوا كذا، ويجيني انا احنا البيضان علاه ما تذكرتوا البيضان لما كانت الحرب؟ البيضان ديك الساعه ما كانت. ملي كانوا يقولوا لكم اهل القريعات ويقولوا للمغاربه يا الشلوحه، ما قلتوا ديك الساعه البيضان وحنا مجتمع واحد وحنا كذا وحنا قبائلنا واحده؟ ملي كانوا باغيين، ملي كانوا يقصفوا حي السفارات في نواكشوط، ما قالوا ديك الساعه البيضان، ما قالوا ديك الساعه البيضان والموريتانيين البيضان والموريتانيين كذا. ايوا احنا الحقيقه احنا شوف، احنا كاع اللي مغيب واللي مغسول دماغه نحن هون باش نفيقوه من الرقاد ويعرف مصلحته منين ويعرف مستقبله منين ويعرف دولته منين غاديه واتجاهها فين. وخير الاستاذ ابي طالب، ونشكر من المنبر الاتحاديه الموريتانيه، نشكرها على هذه التهنئه. وهذه هي اخلاق الشعب الموريتاني واللي فعلا تمثل الدوله الموريتانيه، لانها تفرح لدوله جاره وشقيقه لانه خلق عندها احتفاليه كبيره فوز كاس العالم. ويجيك واحدين يحاسبوا الاستاذ ابي طالب علاه فتحت لايف وعلاه قلت المغاربه مبروك ربحتوا. يا ويلي قاعد فايد من الكام. وخيرة استاذ ابي طالب وتحياتي. مرحبا احمد صاحب البيروت، تفضل. طالب، احنا نشكروك على هاي المساحه اللي محترمه، واللي الحمد لله من الساعه اللي دخلت وسائل التواصل انت الحمد لله معروف، ما قطيت كبيت مويه لحد، غير عندك دليل وتوف تجيبه كي الناس كامله، حد عنده باش يكذبوا بطريقه ذيك اياها تدخل الدماغ، ما هي بالطرق اللي نعرفه. هاي طرق 55 سنه من الكذب، كذب مجموعه بوليزاريو وهاي الاتباع ديالها عنك انت الحمد لله معروف. نقدر نحن نشهدوا عليك بينا، نحن من الناس الاولى اللي كنا معاك. صحيح. كنا معاك في هاي وسائل التواصل، والنهار اللي عرفناك به لا هو النهار اللي مازلنا نعرفوك به. ما قطيت قلت لنا كلمه خاسره، لا قطيت جرحت حد، ولا قطيت قلت لحد كي كلامهم هم ذاك كلام ما يسمى بالكبير، لا يفوت شيء يقوم ريوق ويطاير بشم الكلام اللي ما هو مسؤول واللي ينكسر له كاع رقاش كبير قاعد
من التركه الصغار قد اولاده ورعاه التربيه يا اخو انت قاعد اللي تجيب قاعد شي قيس الى عاد عندك شيء تقول وسير قيس قنوات دوليه تنفهم كل مره تكلم مع حد منها فصل له الكلام. نحن نشهد عنك راجل في المستوى وعنا استفدنا منك، كانت قاع ياسر المعلومات ما هي عندنا ولا ملودين لها. غالب التواصل معاك انت بالمسائل اللي تجيب انت منطقيه ولين نجوا نتابعوها والله ذاك نجبروها اقرب لها الصراحه من الكذب اللي كان ينقال للناس وكذا. وهذا هو اللي قايمه به مجموعه البوليزاريو، الهجوم على الناس وتجهالها واتباعها، واللي مرق انت راسك ومرق انت ايدك راني جايك وراني واقف هكتي في الطريق. عن الشعوب ما تقير بالنوع، الشعوب تقير بالخطاب. جاك عندك باش تناقش وجيب اله. اليوم المجتمع الدولي علاه يقيس الجزائر؟ عارف على القويم ما تحتهمش، وذا هو اللي كنا نحن نقولوا في اللايفات ونقولوا في الجروبات وينقال لنا نحن كذا ونحن كذا. كنا نقولوا راه هو اللي اشتغل عليه المجتمع الدولي اليوم عند الناس ما فيدهم شيء. والناس نقول لك انا عن الرد اليوم في المخيم وفي المارس وفي الباتيك وفي القواطين وبلد اليعيب ضامه وبلد الشاطارات وبلد الباساجات في المخيم كامل عنهم لا شادين اخبار. الحليف راهو مزير والحليف لا تكايسوا معاه. الحليف قاعد احنا ما بنعرف الحليف منه، والحليف معروف. الحليف اليوم راه اخباره شيء ولا احد يتكايس معاه. هم يهمدوا لهذه الصدمه جايتهم. الناس ما يقدروا يقولوا لهم عنه باش تطاير الناس من تحت ايديهم. لا جايين ذاك الكلام اللي تعرف انت كلام فام الحزيان. فام الحسياني تلتقى الحيه فم انت راهم الضوال اللي كانوا عندك راهم هوكتي. رانا شفنا زايله راهي بالك هوكتي عليها علامه ابي طالب، ورانا شفنا زايله في الوادي الفلاني عليها نار ولد بيروك. هذاك النوع من الكلام مات اليوم يدخل روسها رواقيش. وذا هو اللي قايمين به هم اليوم في مخيمات تيندوف وفي المارس وبلد باساجه. راهو الحليف ضعيف، راهو الحليف صاد شرور العالم كامل، راهو الحليف به الحليف المشروع كان قابض وما اجبر منه شيء. ونحن الحليف ما يقد يقعد لنا نحن كصحراويين مغاربه واللي عندنا ماتنا وعندنا اخواتنا وعندنا هن ويتم هو حارمهم به قابض لنا كي اخبار مول البوتيك. انا نسالك يا بو تساني، انا ما درت معاك عهد لا تساني ولا نسالك. تقبلت مشروع كتب عنه كنت تتصور شي في راسك ارباح ما نجحت لك. المجتمع الدولي مشى معاك وعطاك القيد نعرف عن ما عندك شيء وتوخر عنك اللورا. انت يا مول البوتيك اللي انقال له غسل المراديه، انت اليوم ذا المشروع ما ربحت منه شيء. ما تم قابضني انا راهينه وقابض اولاد عمي راهينه وقابض مستقبلنا ومستقبل اولادنا قابضهم راهينه. بينا مول البوتيك قصر المراديه لسان نشي عنه زقل شي المشروع. مشاريع قطع عنك تزقل فيها الاموال. قال اذا نجحت نجاح لا تجبر فايته ولا سقط مشي يبدل طريق ثانيه. هذا هو اللي نقولوا نحن النظام الجزائري ونقولوه للمخيمات. هذا هو المفهوم اللي نفهمه. هو المشكل سيد احمد ترى المشكله الان بعد شوي كلام سابق الرحال. المشكله وانا اقول الاخوه الجزائريين بكل طيبه وكذا وكذا، المشكله انكم وحلتوا راسكم. انتم قلتم انكم لستم طرف وانكم لا تساعدون جبهه البوليساريو، بمعنى أن اليوم إذا جاءت المفاوضات لا تستطيعوا طلب تعويض. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم تطلبوا تعويض يعني أنكم كنتم تسلحون جبهة البوليساريو وكثير ينكرون ذلك. إذا صحيح يا ابي طالب خلق لهم مقمر. هذا اللي يبيع المسائل اللي ما هي شرعيه واللي ما هي مقونه كوتروبوند. عيا يربح وعيا يخسر. هذا هو اللي حصل قصر المراديه. نحن اليوم الرساله قايلينها لاغربائنا وقايلينها للشباب وقايلينها للناس عنهم يتموا يبيعوا لها الاوهام عن رقاش ينخرط مع المجتمع الدولي، ينخرط بشهاده المجتمع الدولي. ما له يلحقوا حد، ما له يقول له حد شيء. حقوقه لا يجبرها مسائل ولا يجبرها على ايد المجتمع الدولي. ولا قاج يمشي مع ايد الجماعه، ما يمشي مع ذي المجموعه اللي تبيع كوتروبوند وتبيع الاوهام وتبيع الكذب اللي هي تسمى مجموعه البوليساريو. واليوم هذا هجومهم على ابي طالب وهجومهم على الدوله الموريتانيه وتسكات الناس. هذا نعت لنا نحن عنا ابي طالب منتصر عليهم. ابي طالب لحق الصوره للمواطن ولحقها للمواطن المغربي والمواطن الموريتاني بطريقه لبقه، بطريقه يقد يتقبلها العقل، بطريقه تدخل كل دار كل خيمه. نعرف انا كولا هون دائما نجبرهم يا ابي طالب يسلموا علي يقولوا لي ايش كيف صاحبك ابي طالب ذاك يصلوا معايا في الجامع هون نجبرهم دائما يسولوني عنك. قالوا لي نحن ما نفتحوا ما هو لايف ابي طالب. نعرف انا جاليه، نعرف جاليه في فادنون في بلجيكا في هولندا. سيد احمد
صرتك ذيك يا أهل الصحراء قبال راعي منهم الرأي المغربي ومنهم السالك ومنهم سيد أحمد ومنهم أسر نعرفهم أنا في الداخل وفي العيون، وما زلت نقولها ونقولها على الصحراويين الحقيقيين. والله أنه الكرم لا أعتقد أنه خارج يكون عندهم هما. يعني كلمة اللي نقولها لك، شت الصحراويين الأحرار يلودوا للدواء، وكلامك أنت يبي طالب كلام الدواء وكلام الصح وكلام الصديق، ما هو كلام العدو. هذا هو اللي يلود له المواطن الصحراوي، يلود له الشاب الصحراوي اللي مجهل واللي مقصود له هذا التجاهل من نظام الجزائري مجموعة بوليساريو. الجاليه في بلجيكا تصنت لك، الجاليه في فرنسا تصنت لك، الجاليه في الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحده كامله تصنت لك. ما خالق مواطن حر يشتغل شغله حره قاعد في كميون والله قاعد في اوتو، ما دير انت لايفك ما تصنت لك، وهذا نصر لك انت. نحن ما نحسدوا، وهما مبنيين على الحسد ومبنيين على الكذب. هذا السالك رحال هاجمين عليه، شي يدوروا به، شي يسالوه، شي متقاسمين معاه، شي ماده ما هي صالحه لشي، ماده ما جبر فيها قريبها ولا جبروا فيها اولاد عمها خير، ما طمع حد فيها خير. ما عندهم الحوار، ما عندهم شي حق الا الكذب والبروباغندات والمسرحيات والكذب اللي مات يتقبلوا العقل. العقل اليوم راه مات صابر على الكذب. العقل اليوم عنده لا باش تلود، باش تعيش اولادك، باش تلود، باش تستر راسك. هذا هو عقل الرقاج اللي يسول عنه الرقاج الطبيعي. اما العقول اللي عندهم هما ذيك العقول كاع ما هي خالقه. شكرا. تفضل سالك. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلتي. مرحبا وسهلا الاستاذ الكريم ابي طالب، راني محييك، محيي الاخوه الكرام طالعين معك، الاستاذ مولاي، الاخ عبد الله العبادي، اخي الكريم السيد احمد البيرو، والاستاذ الكبير الرأي المغربي، اخونا الكبير الاخ الموريتاني السالك، راني محييك. لا تفاعلنا معك في اطار الموضوع كنت شاد اخبار، وانا اقل لك دائما الصوره من مخيمات تندوف. منذ يومين هناك حاله من الاستنفار السياسي، خلقوا حوالي 3 اجتماعات، منهم اجتماعين بالطريقه التفاعليه ذيك كانوا فيها على الشاشه التفاعليه ممثلهم في نيويورك وسفيرهم في الجزائر، من اجل تدارس اخر المستجدات اللي طار عليهم، اللي الغزه قضت عليهم من قد يعني التسارع في الموقف الامريكي. كنا ذاك الزمن، الازمنه الماضيه، الموقف الامريكي يجي ذاك مره كل 4 سنوات كي المونديال. رايك عاد المواقف الامريكيه تاتي تباعا، ومن مختلف من كبار المسؤولين هذو النهارات، من سعد بولس، سابق ذاك من وزير الخارجيه ماركو روبيو، سابق ذاك من مستشارهم مساعد وزير الخارجيه لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي هو ابن عمه جوشوا هاريس. جوشوا هاريس. وايت كوف اللي اول نامس في 16 البرنامج الامريكي، ومعاه جاريد كوشنر، مستشار ترامب للشرق الاوسط. وانتم طالب الاخ الرأي المغربي ولا شك الاخوه الكرام تابعين سياسي عن وايت كوف. هذا من ذوك اللي صارمين، يتكلم لك في الصحافه كلام يغير من يعود يدخل الناس في المفاوضات. ما كان، ما هو السكر، انت اللي تطرح، انت وانت اللي تطرح. مثلا عنده سيفير اغريسيف في المفاوضات، يغير في الصحافه يظهر ابتسامه معينه، يغير. هذا هو يصلح لنا احنا، هذا هو يصلح للناس، يطرح لهم مثلا، يطرح يمس بالجرح. وبالتالي نحن امام تطورات احست بها جبهه البوليساريو. انا نقول لك الحقيقه، يامس وهو النامس اليوم اجتماعات يوميه توصل 5 ساعات، ويتغداو ويرجعوا للاجتماع. شنو هي الطريقه اللي عندهم؟ وخارج اجتماعات سريه على مستوى قياده الاركان الجزائريه مع سياسيين من جبهه البوليساريو، مشاو سرا هو النامس، وراهم رايك مزاء، راهم في الجزائر يشوفوا الطريقه التي يمكن من خلالها الرد على هذا التسونامي الامريكي اللي جاي من خلال المسوده هذه اللي قالوا لانها امريكيه. راه حاول ممثلهم في نيويورك بين قوسين انه يبرد شوي، يحاول يخفف من صدمتها السياسيه، وقال هذا لا يلزم الا الولايات المتحده الامريكيه، ما هي وثيقه المجلس الامن، وهذا ليس بجديد. وهذا وسيرجي لافروف لم ياتي بجديد، ومسعد بولس لم ياتي بجديد. او انتم جبتوا
جبتوا انتم؟ راه كاع مسعد بوس ما جاب جديد، راه سيرجي لافروف اللي بالمناسبه راه عنده 3 بواخر، 3 له شخصيا، راه مصيدهم في العين البيضاء. انتظروا انتم فيتو روسي من بخصوص قضيه الصحراء، وهي كاع ما كتستعمل حق الفيتو استعملته في ضد امريكا بخصوص ايران، استعملته ضد امريكا بخصوص سوريا، ولن تستعمله العكس. روسيا كاع منذ القرار 2703 والقرار 2756 اخر قرارين متعلقين بالجزم تمتنع روسيا عن التصويت. هي كيف زيمبابوي، كيف الموزمبيق، تمتنع عن التصويت من حيث الشكل وليس من حيث المضمون. لا تقول لك عنه شكل ديباجه القرار، لانها امريكا هي ذا بين هولدر، هي اللي حامله القلم. انا احتجيت على بعض المصطلحات وتو هي نوع من مسكري للجزائر وجبت البوليساريو. والله باطل الجزائر، امال هي جبت البوليساريو بالنسبه لي. روسيا اليوم حليف استراتيجي للمغرب، المغرب دبلوماسيته هادئه وقويه، العلاقات بيننا مع ماشيه في الاتجاه الصحيح، العكس هناك مبادرات ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. وانا نقول لك هذه 18 باخره اللي تصيد ريك ما بين العين البيضاء الى حدود القويره، بواخر كلها نصها لبوتين، واحده ثانيه الميدفيديف ذاك رئيس المجلس ما يعرف شو يقولوا له، الامن الروسي والله نائبه هو، والثانيات سيرجي لافروف، وبواخر مولي نقال الباخره المصنع تصيد لا ساردينيل، تصيد لانشوا، تصيد مولي ما تحرك، يجوها بواخر ثانيات يرفدوا من عندها ستوك كونخيلاضو ودقيق السمك اللي معدل مطحونته وبارقه فم، في اطار صفقه تتجدد مره كل 3 سنوات، هذه المره للمره الثامنه على التوالي بمبلغ مالي قدره 102 مليون دولار. وانتم تعرفوا عن الاتحاد الاوروبي يعطي للمغرب 200 مليون دولار كل 4 سنوات، يعني 50 مليون دولار كل سنه. راه لكم روسيا تعطي الدوبل 102، ولا قد عبد المجيد تبون ما قد يتجرأ يكلمهم، قال روسيا احنا وهي علاقاتنا طيبه، ها وراهم يسرقوا حوت الصحراء، ومالكم ما تقولوا لهم هذا عيب وهذا لا تقولوا قادرين لا على الاسطول الاسباني والاسطول البرتغالي وباخرتين ولا 3 من الاسطول الفرنسي، لا تقولوا عن يسرقوا حوت الصحراء. والروس ما تقدروا تكلمونهم بكم ما عندكم من الرجول تواجهوا الروس، تعرفوا اللي يتعدى لكم روسيا. وبالتالي انا نقول لك هذه حاله استنفار اللي خاقه في المخيم سيعقبها ربما حاله استنفار اجتماعيه يوقفوا الصحراويين الى الحقيقه، يظهر لهم انهم كانوا مخدوعين. الصحراويين على مستوى مخيم تندوف كانوا مخدوعين ولا زالوا مخدوعين، لا كل ساعه يطمئنهم احنا رانا اقوياء وحنا كذا، والشعب الصحراوي هو اللي يقرر. مين هو الشعب الصحراوي؟ مين هو الشعب الصحراوي اللي يقرر؟ هل استطاع احد ما منذ 75 انا عندي تقرير لجنه تقصي الحقائق، راه انا قلت لكم رأي لجنه تقصي الحقائق قالت من الصعب تحديد من هو الصحراوي الاصلي من هو غير الصحراوي الاصلي، وقال هم اللي جاب سبيكر في 2002. وبالتالي لا تعولوا لحد. الى انا ارسل رسالتي من خلال منصتك الموقره، ولا شك انه يتابعها العديد من المتابعين، نقولها لك بلسان حساني، يا الصحراويين استغلوا الفرصه، راهو قطار التي جي في المغربي مرنكي ديماري، حد ركب فيه لا يقيم، حد قبض بلاصتو فيه، قبض مقعده فيه، سواء في قمره بيزنس كلاس ولا القمرات الثانيه، لا يجب حد خلي لين فاته القطار ومشى، سيندم يوم لا ينفع الندم. الصحراويين استغلوا الفرصه. نعرف ان عندكم 10200 رقاج مسجله على مستوى السفاره في نواكشوط القنصليه في نواديبو، تنتظرون السماح لكم بالدخول ان شاء الله. ونتمنى عن الدوله المغربيه وذاك اجراء سيادي للدوله انها ترى الوقت والمكان المناسب للسماح لهؤلاء بعد طبيعه الحال، بعد تحيين معلوماتهم ومعرفه انهم ينتمون للاقليم والله ابائهم ينتمون للاقليم، ويدخلوا ان شاء الله وتنتهي اللعبه. خصوصا انه عبد المجيد سالك صوت انقطاع. السالك تفضل السالك اللي معنا تحت. السلام عليكم، وخيرت الدكتور ابي طالب. وخيرت بك، مرحبا. الله لا وخيرت بك عالم مولانا. يا قال انا راي لك خليك يسوع نساك الرحال، والله لا دكتور انا هذا وتمنين يجيك، خليك دائما يجيك ما تطلعني يا اخوي. لا شوف سالك تسمح لي شفت تفهمني انت يعرفك السالك ولا هذا، وهما هذو الاخوان انا اعرفهم يعرفوني.
لابد تخليك ان ريكومانداسيون، لان يا اخي الكريم لا تصور والله معايا. الا دخلوا خيرت بها راجل، شفت لا لا راجل شوف، خيرت فيه شوف صاد داير عليه بوليسيال ودايرين صورته خيرت فيه وداروا رقمه. انا ما شفت، انا اسمعني، انا مشكلتي توف اللي اظن احنا شي خاف من الحبل، احنا يطلعوا معنا رواقي يجون ويسبوا ويشتموا، وبالتالي حد ما عندي تزكيه له ما هذا، واسمح لي بعد ما هو يعني. لا والله انا فاهمك، انا قلت لك انك تزيد عود انا شخصيا الله يجزاك وفصل من الاخبار السالك سمير ومن الاخبار. الله يجازيك. لا بعد راني اول شيء راني نقدم تحيه للاخوه المغاربه ونبارك لهم على هالفوز اللي نعتبره انا كموريتاني فوز لي انا وفوز لجميع المسلمين والعرب كاملين على هاي المباراه اللي قاموا بها وعلى هذا التاهل اللي والله نعتبره فوز لهم جميع المسلمين والعرب. فهمتوا؟ وثانية أراهم هذا الناس اللي قايمين نحن هنا يقولون عن السنغال انها لا تحتلنا. الرئيس السنغالي نهار ذا في جولة موريتان كونتر السنغال لابس القميص الموريتاني. شوفوا حق الله حضارة السنغال. سبحان الله. فهمتوا؟ ما يلبس قميص دولته مع انها تنزل يلبس قميص موريتاني. ورايت موريتاني. داير رايتها. مقاطر داير رايتها. ايوه شوف هذه ذاك اللي تعدل انت وتلبس القميص المغربي، ما هو ضد كاع موريتاني، ضد ما عرفاش انت ذاك اللي يفتحوا عليك لايفات. ايه شوف حق الله هذا الناس يقول لك انهم لا يستحلون، هذا بعد مده عدد بعيد بعد قطع انها تبقيك الباقي الحقيقي. اشبه هم فينا من الخلق اللي يقول لك احنا وانتم اخوت واحنا وانتم احنا ما عندنا فيكم ما هو صراحه سوداء ولا قط معنا منكم ما هو طحتوا عقاب ظل وعدوانا وخليتونا مده ما يقدر شيء انتم وكيل بالخصوص وطاحوا علينا ورمدونا ويقول ناس متناقضين ويقولوا لنا هذا الشيء قد تقع بين الاخوت ويالتكم تنساوه. يا غير يقولون عدوكم المغربي، انا المغرب يقول اصلا عن المغرب الى روس المغرب قاعد ولا قالها الى نهار السنغال راهي لا كلمه قالها. احنا بركوا ننساو كلمه قايلها المغرب لا كلمه ولا ننساوكم انتم اللي جيتونا الصقال حكتونا بفعل اليد وتقولوا عنكم اخوتنا بركوا ننساو. الناس متناقضين في كل شيء لا يغلطوا يفهموا. شوف محاج لك ماتش الجزائر مع موريتانيا اللي انقلبت موريتان. سكتوا ذوكم مالهم كاملين عدلوا قدات النار هم في اوروبا مناصرين الجزائر. ايوه شفت اللي قام المقاربه معدل الاحتفالات في مرق وفي كل الارض عدوا الاحتفالات على قال موريتانيا حاجه لك الجزائر تعاش قالوا هما قالوا لكن لانهم ما يبقوا الجزائر انتم ما يبقوكم. جولة حتى جولة تيك توك جولة ما هي مهمة راهم هما عيطوا يقول لك موريتان وقامت ترصف على ان موريتاني قيد قالب مغربي ولا قاعد شي اكبر من قده. حتى انتم جولة قيد الموريتاني تقولوا عنه ولكم جولتوا مع فوبيا الجزائري كاملين دعمتوا ضده لانكم لا مع الجزائري. الناس يرقعوا الجزائر وتوف. سبحان الله. فهمت؟ بهذا المنبر انا بعد بالنسبه لي انا اي موريتاني فيه لا 0% من الوطنيه الموريتان قطعا منهم ما يقدعوا كاع تخميم القارقه 1999 يعود مع بوليزيال لانها احنا صفحتها كامل عندنا سودة معاهم سود وتوف دود ما نعرف باباتنا وش بدنا يقولوا لنا والباقي من نوارك حجت بلا جميل. انتم هذيك الساعه انا قال لكم اختاروا الداده تفضلوا نعودوا احنا وانتم مده بيضاء نعودوا مده واحده طرتوا وقلتوا احنا ما لنا معاكم ولا احنا وانتم ما لنا واحد ودفعتكم تتزنوا شقتكم ما يتحوشوا خلاكم ماشيين. اليوم لا يعرفوا عنهم ما حاصل لهم شيء عاد عندهم لا موريتان عاد يقعدوا يقولوا احنا وانتم اخوت. هاي الخوه طلعت لهم اليوم احنا وانتم باتي ما لنا اخوت. واضح هم روايه عن الحسانيه ما لا العيد تكلم حسانيه قالوا اخوت. هي امريكا اللاتينيه قاره تامه تتكلم اسبانيه وثقافتها واحده غير كلها دوله واحده. امشوا انتم باتي عدلوا دوله والله وفي كل الارض طارحين يقدروا يحتلون هيك ساعه دوله بس عندنا تام لا عندنا شيء ما عندنا حتى طالع خطوه ما عندنا زارقين بموعات عالم. سمعتوا يقدروا يحتلون هيك ساعه توفى قاع القضيه ما لها جاوا بالعكس جاوا عادوا عانى وقاموا معانا زي وسام ما طلعوا يحتلوا اليوم شنو
مسوي لكم انا يا الناس لا تعودوا متناقضين، وراه الموريتاني هو يطلعون هون اتيا ويتموا هون جاي معنا احنا، وانتم ماكم موريتاني ولا تمثلون، حتى انتم ما تمثلوا موريتاني. وفيها هذا النادي اللي قبل كبير كاع، انا الكبير ما نطلع في لايف. لان المغاربه اصلا قابلين يقبلون وزراء موريتانيا ويعيطون شو المغرب وينادوهم لهيه وكذا، ويجيبوا لهم شيء ما نعرف شنو، وانهم يصورون في صور خبيث، خطيره. تفكيره خبيث، تفكيره خبيث. ايه قالوا يصورون صور خطيره، وانهم يستفزون بهم ويقولون ما تعودوا معنا ننشروا صوركم ذاك السياسات. ساعات الحكومه حكومات كامله موريتانيه ورأيت مش مع المغرب. هذا الكلام عندك وراه قاع قالوا عن راد الليلي ما يمثل، من قاعدين انتم في دينتو فاتح قناه كبرها مولانا وتتابعوا كامل، بركم ما تقفلوا عليه؟ عاد حق عندكم عاد موريتان خوتكم، بركم ما تقفلوا عليهم؟ والله الا مشقلينه ومخلصين عنه التذاكر وعاطينه التراخيص يدخل بهم في المخيمات وفي الجمهوريه العربيه الصحراويه اللي على الجزائر. سمعت ذيك المنطقه ما يدخلها رقاج كون حد فاليدي من السلطات الجزائريه. يا اخويا هذو الناس قايل لك انا عنهم توف، ما عندهم شيء متناقض، ما عندهم شيء. فلسطين الناس تقيسها وتعاونها وقايمه معاها، هم ما تزاولها ما حازوا عليها، هم قاعد بحد ما زادهم ما ينقصهم، حازوا نقروا رايتهم وداروا عليها نجمه، كل شيء ينقروا. سمعت يا اخوي وتخانه منهم ضيقه. واخيرت بكم كاميراني مش شاكر كامل الدكتور، انا نعرفك ذاتني قال لك عمان عني، انا اعرفك قد شربت معك قهوه مرات عند رؤوف تعرف الوركشوط. ايه ايوه لا سبحان الله لا شيء. يا ابي طالب السالك هذا وخيرت به لا وخيرت لا به. شوف انا قلت لك كلمه اعطيها لمولانا هي الفراسه. هو لا نسمع الجمله الاولى ينطقها رقاج سبحان الله يكشف لي مولانا ذاك الكاشف لي. وهذا يا اخوة الكرام احنا نعودوا مسلمين ونعودوا نقولوا علينا عرب ونقولوا علينا امازيغ وعلينا بذريه بعضها من بعض. اذا قال لك مغربي انتم بحالنا قاع شكرا لا ما يزيدوا عندي، اذا قال لي ديانه لا يزيدها عندي. بالعكس الصراحه ديالنا كيف الحسنيه عندنا احنا مرحبا وسهلا ووهلا.
تنفث سموم الذين لا تثقون بهم، فأتيناكم بالأدلة من شيوخكم وممن تثقون فيهم، ولكن لا تريدون أن تروا الحقيقة. هدفكم فقط هو الحقد دائما، الحقد والحقد والحقد. ولا أقول لكم والله ستموتون بحقدكم للمملكة المغربية، والله شاء من شاء وأبى من أبى وأحب من أحب وكره من كره، أن هذه البلاد السعيدة خادمه أنه حفيد رسول الله لا يمكن جهله. وأنا قلت إن شعبا وضع على رأسه أسرة شريفة وسلم، وهذا ما يقع. المملكة المغربية ليست من اليوم، نحن نعلم ذلك، ومرت بجميع أنواع الابتلاءات والمشاكل. إذا سمحت لي أستاذ أبي طالب، هو لا تقريبا هذه أسبوعين نعم. إذا كنت تتابع يعني المساحات التابعة لجبهة البوليزاريو، طبعا أبواق النظام في الجزائر بعد الاحتجاجات اللي خرجت في الشارع المغربي، كانوا فرحانين وقالوا خلاص انتهت المغرب وسقطت المغرب وانتهى نظامه، خلاص لابد أن نستعد وسوف نهجم من أجل إعادة الصحراء وسينهار الجيش المغربي وكذا وطط، وبدأوا يرسموا في الأحلام. وما هي إلا 3 أيام حتى عادت الأمور وكأن شيئا لم يقع، بل وخرجت نفس الشوارع تحمل رايات المغرب وتحمل صور قائد ورمز الأمة جلالة الملك محمد السادس، ويحتفلوا بانتصار أبناء شعبهم في الشيلي ورفعهم لكأس العالم، مما جعلهم يعني ما فهموا والو. المغاربة صعب تفهمهم، أو الشلوحة اللي وحدين يقولوا عليهم شلوحة من باب أنه يحقروهم. أنت مهما قلت عليه شلح، مهما قلت عليه شلح، التاريخ يأكد على أنه خطك على اللفيم، والتاريخ يأكد على أنهم أصلين في دي التراب، وعلى أنهم قابضين الصحراء ومحافظين عليها، وانت ما خليت ما درت. قست الجزائر، قست كوبا، جبت القذافي، جبت كاسترو، مشيت عند بشار الأسد، جبت إيران، ما خليت ما جبت، وما حركت من دو الشلوحة ولا قرام. ايوه، وهاي الأيام الآن، وأنا مبشركم
ما هي إلا 60 يوما، 60 يوما ولا يدوز، وستركع الجزائر وستوقع اتفاق الاستسلام والإيمان بفرض أمر الواقع في تراب الصحراء الغربية المغربية. ودي الجزائر اللي متعنتين بها سوف تركع، لأنه أصلا هي اللي على الباطل، وحد على الباطل طريقه ستنتهي. وإحنا ولله الحمد منذ اليوم الأول كنا دائما ندفع اتجاه الحق. صحيح. وعلى أنه لا يمكن أن نساهم في مشروع عنصري قبلي مبني من طرف جماعة كانت تدرس في مدارس المغرب إلى 1975. فبالتالي التاريخ والأيام القادمة، بل أن الأيام القادمة سيكتبها التاريخ بمداد من ذهب. وعلاقات المملكة المغربية بموريتانيا الشقيقة علاقات وطيدة. مبشركم على أنه اليوم وزير العدل الموريتاني تحدث وقال على أنه أنا هنا في المغرب من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، والزيارات الأخرى القادمة والمشاريع الاستراتيجية داخل فيها الدولتين وما إلى ذلك بما فيه خير للشعبين. وإحنا ده اللي ندفعوا باتجاهه، نحن ندفعوا بالشيء اللي يرجع بالتنمية واللي يرجع برفع من قيمة الاقتصادات وبرفع من قيمة الدخل لدى المواطنين في كلتا الدولتين، وأن لا نترك مجالا للباطل الذي يسعى البعض إلى أن ينشره لأنه حاقد، لأن الناس اللي حاقدة هي اللي دائما تروج روايات الفتنة، ولعن الله الفتنة، ولعن الله الفتنة دائما، ولعن الله من أيقظه. ده اللي نقول لكم. وخيرة السادة بطالب. وبالنسبة للمسألة مع روسيا مادام حطيت الأخ الكريم، وأنا نحيي الأستاذ السارك لأنه طرح تساؤل مهم للإخوة الكرام. روسيا وقع الصيد البحري مع المملكة المغربية يشمل مياه الصحراء الغربية المغربية. حد فيكم يا الإخوة سمع الجزائر مرقت تتكلم؟ حد فيكم سمع جبهة البوليزاريو مرقت بيان ولا قال ندين نهب الثروات من طرف روسيا؟ جاوبونا. حد فيكم واش سمعتوا الجزائر ولا جبهة البوليزاريو أدانت الاتفاق بين المغرب وروسيا؟ كلهم ضربوا الطم كما يقولوا المغاربة، كلهم ضربوا الطم. تعرفوا شنو قالوا الطم؟ يعني زمط في فيمك ما تتكلم. هذا بوتين، تتكلم مع بوتين تقدم انت على لافروف. السكتوا لانه هذا اللي يخلق. اما مع الاتحاد الاوروبي والله انتصرنا والاتحاد الاوروبي ينهب والاتفاق الجديد مع المغرب راهو نهب للثروات الصحراويين. ومالكم ما درتوا نفس المساله مع روسيا؟ ولا البواخر الروسيه كتجي باش البحاره الروسيين يجوا يعوموا في البحر ما يصيدوهما. لا شوف الراي قالوا عنه كلام مفبرك كامل. صاحب الروس قال عنه كلام مفبرك، والنائب نائب صاحب امريكا قال عنه كلام مفبرك. هم اللي ما يقدروا يردوا عليهم هؤلاء الاثنين، ما يقدروا. الله شوف، اقسم بالله العظيم الكريم، الى والله العظيم الكريم نحلف بعزه الله وجلاله، الى خلق الاتفاق وقعت روسيا والمملكه المغربيه اتفاق بدفع روسيا لمستحقات مالية للدولة المغربية، قصد من أجل أن المملكة المغربية صاحبة السيادة على البحر والجو والأرض أعطت الصلاحية لبواخر الروسية أنها تصطاد في مياه الصحراء الغربية المغربية. وما شفنا حد يتكلم، لا إبراهيم غالي ولا تبون، كل شيء ضرب الطم وسكت. سكت راه بوتين هذا السيدك، سكت. إخوة الكرام أريد منكم تعليق على هذه الصورة، هذه الضحكة لبوليطة. وشوفوا لافروف اش بان لكم، اش كيتقاولوا اش غادي نقول لك؟ تلقى بوريطة قال لي لافروف بقيتي مع دوك الجزائريين ما فيهمش المرقه اخاي لافروف. قال له والله الا عندك الصح، هذوك الهبول مع من غتهضر صاحبي، واحد مطنطن كاع مساه. انا خويا الراي خلي ما اتصلش بك عطاف، قال له لافروف كيعيط وما كنجاوبوش.
انا اخويا لما شفت هذه الصوره سمعت حاجه اخرى يعني. قال له لافروف والله زاد قال له بوريطا واش غنديروا مع هاد الناس، هذا القرار راه جاي. قال له شوف احنا القرار انتم ديروه وحنا اخلاقيا غنسكتوا، ولكن انا غادي نصيفط دوك البواخر ديالي ان شاء الله السيمانه الجايه. لا قال له يا ابي طالب، قال له انتم صوتوا وانا ذاك النهار اللي نرقد دوي خفيه. باش نتكلموا بالسياسه المصالح الدوليه، لافروف قال له حنا شوف، حنا ما عندنا سوق، حنا بغينا حقنا اخويا، حنا نعطوكم ندفعوا لكم الاورو وخليونا نصيدوا حقنا حتى حنا في المصالح يا المشتركه. أبي طالب، تفضل. انا عندي سؤال لابي طالب. نعم. ابي طالب، انت بما انك متابع جيد لهذا الملف، هل سنشهد إعادة لنفس سيناريو الجزائر خلال السنة الماضية، وأنت تعرف أنها آخر سنة رأيك المشاركة كعضو غير دائم في الجزائر، هل نشهد مولي هروبا لعمار بن جامع فرار من جلسة التصويت، واللي خلقت أول مرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي أن يفر عضو في قضية المفروض أنها قضية تعنيهم ولا يشارك في التصويت؟ المندوبة السويسرية اللي كانت رئيسة مجلس الأمن قالت المصوتون بنعم رفعوا أصواتهم، الممتنعون روسيا وموزمبيق ولا زيمبابوي. وجات لي تخرج هو مندوب الجزائر ما هو كاين، واللي اقترح وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ضمن تفويض بعثة ميروس ولا نجبر، وقاعدة تضحك ابتسامتها كاين اللي راعي فيها ضرك ما عرفتش ليه تقول، ما هو ممتنع، ما هو مصوت بلا، ما هو مصوت بنعم، ما هو حاضر، وقاعدة قبضوا طيار الماء والله خلاه. هل سيعاد نفس السيناريو من جديد؟ لا اسمع اللي نقول لك. فضل. اسمعوا جيدا يا اخوة الكرام هذا الكلام، واقول دائما اقول سبحان الله، مشكل المفتعل، مشكل اقاليم جنوب المملكة المغربية سيحل، وروسيا هي رئيسة مجلس الامن والجزائر عضو فيه. حد فاهم ابعاد هذا الامر، أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الذين كانوا يحاربون مغربية الصحراء هم اليوم الذين سيصدر القرار منهم. انا بعد ابي طالب بعد التحليل هاي الضحكه وذيك الروايه. ظهر لي ما عن صاحب الروس انه قال وكأنهم متفاهمين وكيف شي يتعاملوا معنا كاج لا خاصو الشيء. دكتور بولمر انت بك انا اللي نستاذنكم يا استاذ ابي طالب سابق ما نمشي وخير بعد وخير. شوف راي المغربي السالك والسالك شوف التكبيس قليل شوي، وهذا يبين ان اكثر الناس اللي معنا راهم من العالم الايه. مرحبا بهم. اخوان حنا قال لك لبسوا هذه المنصه راكم تعرفوا لا منصتكم. شفت يا ابي طالب تواجدها مفيد. قالوا عن الحيوانات اصلا قطعت له اجتماع وقالوا كلمه ضحكوا كاملين، وبقى الحمار ما ضحك يعني طنها اسبوع نجي عنه عقب ذاك داس بالضحك. صدت لي النيرب قالت ايش ضحكك؟ قال لا الكلمه اللي قلت نهار كامل لكني فهمتها. لا كيف هم بوليزار ولا يفهموها لا عقب ذاك نفوتوا طول ملفها. سبحان الله العظيم. الدكتور بولمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قبيله راه جيت اللايف لقيتك في كامل اناقتك ولكن كنت مزروب. نعم كان فيه دعوة من مستوى عالي. لا تبارك الله. انا تعجبني الاناقه اخي. انا صراحه تبارك الله عليك. لا اكرر ما قلتم حول العلاقات. اولا اسمح لي والسي مولاي وسيد احمد المهم كاع خيرت بكم كلكم والسالك الاخر ياك جوج. الله لا خيرت بك. الله يكبر بكم والله. الله فيك بخير دكتور. الله يكبر. واحد المساله سهلا. الله يكبر بك خويا السلك سيد احمد. واحد المساله لا يفهمها كثير من الهبل
حينما نتحدث عن الصحراء المغربية، عن الإنسان قبل الأرض. الإنسان، أنا قلتها في لقاء كنا نحضره مع ناس من أيتيوسا. عندهم واحد اللقاء سنوي كيديروه الناس ديال القبيله، كيتجمعوا هنا في الرباط. قلت واحد الكلام قد لا يفهمه كثير من الهبل، هو ان المغرب بالنسبه لي انا هو واحد الفسيفساء او واحد الطاجين لا يمكن ان يكتمل جماله وذوقه الا بهؤلاء الناس، لان لا يكون هناك مغرب دون ذاك الانسان الصحراوي الحساني بكل ثقافته، بلغته وبلباسه وبتاريخه وبأوليائه الصالحين، لأنك تحس كأن شيء ناقص. وهذا اللي ما قدوش يفهموه بزاف ديال الناس، أن هذا هو المغرب. مسألة أن موريتانيا والمغرب كانوا بلدا واحدا، أصبح شعبين، شعب واحد في دولتين. مسألة ما تغيرتش، شعب واحد في دولتين، وهذه مجموعة كاينة في مجموعة ديال الدول، وكانوا شعبا واحدا. أنا أعرف أن كما قلت لك أخي أبي طالب أن الموريتانيين وهم الأغلبية البراغماتية العاقلة يقول لك إذا كنا جزءا من المغرب أو كان المغرب جزءا منا فهذا لا يعيبنا ولا يعيبهم. مسألة يأتي مثلا سوري ويقول المصري أنكم كنتم جزءا من الدولة الأموية، فهذا لا يعيب لا المصري ولا الفلسطيني ولا السوري ولا حتى السعودي، هذا شيء عادي جدا. وأنا كما قلت لك سابقا حدثت كثير من المثقفين والسياسيين والدبلوماسيين الموريتانيين، وهذا الذي يجعلني أطمئن وأعرف أننا نجاور شعبا أقل ما يمكن أن أقول عنهم أنهم شعب براغماتي وشعب ذكي يعرف ما يريد. مسألة هاد الناس الذين لا يعرفون المغرب، أنا لا أزايد، ولكن أعطيكم مثال بسيط جدا يا أخي يا أبا طالب. لو كانت الأرجنتين هي التي فازت بكأس العالم كان سيحتفل الأرجنتينيون وينتهي الموضوع، أو إذا فازت فرنسا أو البرازيل. فاز المغرب فاحتفل العالم، فاز المغرب واحتفل العالم، احتفل المغاربة والأفارقة والعرب والمسلمون وغير المسلمون في كل بقاع العالم. ربما الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الخاصية التي لا أجد لها أي تفسير إلا أنها النية كما يقول المغاربة، وقلوبنا الطيبة تجعل الناس يحبوننا ونحن أيضا نحب الناس. تخيل معي فريق أو منتخب يفوز بكأس فيفرح العالم. قلت لو فازت البرازيل الأرجنتين ستفرح الأرجنتين، أنت فرح معك أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتي فضله من يشاء. نحن سعداء بأن في جنوبنا شعب ودولة اسمها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعب موريتاني، وهذا يكفينا. هذه ليست مجاملة، وهذا يكفي. نحن كمغاربة نقول هذا يكفي، يكفينا أننا امتداد لموريتانيا وموريتانيا امتداد لنا، أن جذورنا في إفريقيا ليست مقطوعة. وقال الحسن الثاني المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا، وهذا ما يكفي الشجرة، لا يهمها ماذا في جانبها، ما يهمنا نحن جذورنا وأغصاننا، أما الباقي فلا يهم. من أراد أن يعتبرنا دوحة فيتضلل تحتها فله ذلك، ومن أراد أن يتجاهل فله ذلك. ما يهم نحن المغاربة الجذور والأغصان ونحن الجذع، فلا يهمنا ما دام نحن والموريتانيون نكمل بعضنا ونساعد بعضنا ونحتاج بعضنا، فنحن في غنى عن الآخرين. وحتى أختم أخي أبي طالب والإخوان، هذه القضية قضية الصحراء المغربية التي راوحت مكانها مدة 50 سنة. كانت الجزائر وبوليزاريو يستقون علينا بالموزمبيق وزيمبابوي وأنغولا، والآن الحمد لله دارت الأيام وربك فعال لما يريد، أصبحنا نستقوي عليكم بأمريكا وروسيا. هذا هو الآن، وهذا ليس عيب. قد استقوتم علينا 50 عاما،
شهداء وتعطيل الاقتصاد وعرقلت منطقة كلها، وكنتم تعتمدون على الموزمبيق وزيمبابوي وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا، ودارت الايام، والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء، والله هو الذي النصر بيده. الله سبحانه وتعالى عاديتمونا، ادخلتم الملف الى الامم المتحده، عرقلتم شمال افريقيا، وجاء الوقت كما قلت اخي ابي طالب ان روسيا والجزائر عضو في مجلس الامن، وروسيا تترأس والامر سيتغير. وحتى اختم يا اخي، انا سمعت في ثمانينيات القرن الماضي في احد الافلام المصريه، وصراحه كتاب السيناريوهات المصريين يضعون بعض الاحيان اشياء جميله. قال احدهم للاخر: من يصر دائما على البقاء في المقدمه لا يعرف في اي وقت تتغير قواعد اللعبه في الخلف. لقد اصرت الجزائر على ان تظل في المقدمه وتزاحم وتدافع ولكن بعد سنوات، بعد 50 سنه، استطاع المغاربه ان يغيروا قواعد اللعبه في الخلف، وانا الحمد لله نمسك بكل خيوط الملف لاننا كنا على حق، وصاحب الحق ينتصر ولو بعد حين. الحمد لله. مرة أخرى تكفينا موريتانيا ونحن في غنى عن الباقي. أريد تعليق من مولاي. مولاي معنا ولا ما معنا؟ بقى هذا ضروري حد من مولاي نعس ولا فايق؟ مرحبا بك سالتي الاخ ابي طالب. يخاف يا مولاي الله يكرهه. انا نقول لك ابي طالب، حد باغي الرقيه الشرعيه راه داروا من يعدل الاجراء اولا قبل يجي اللي دار يبرى من الصحراء الغربيه يجيني انا ولاتي. يا غير خاصو يستحم منين وبماذا؟ هذيك بعد كاع لابد من يتوضا ويصب على راسه اسطال كبير من الماء من هذا المثلج، لا المجمد. مجمد. هاي شفت الناس واقع لهم نوع من خويا اسمح لي نسالك خويا ابي طالب، واش كتعرف موسى عاون في مجال كره القدم؟ طبعا، وعالم العلاقات الخاصه بين رئيس ولد يحيى علاقات خاصه جدا. واتحاديه المغرب ساعدت كثيرا اتحاديه موريتانيا لكره القدم، ومازال اشياء اخرى ابي طالب جايه في الطريق ان شاء الله. سترى عجبا. انا عندي امور ان شاء الله في السنوات القادمه. كاين تعاون على مستوى عالي جدا في مجال كره القدم بين الاتحاديه الموريتانيه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وهذا هو المضمون، هذا هو الواقع. ايوه. اذا انا كاع علمني مولاي السهر، لاني لست اصلا من اهل السهر، دائما نوفا. اذا اخوة الكرام، اذا كان ما في تعليق ساستسمح منكم ومن الاخوه المتابعين والاخوات. والله الا شاكرينك على هذه الصالحه الطيبه. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. جدوا تحياتنا لك وللشعوب خويا ابي طالب، الله يرحم والدينا، انا جيت رباط تسول فيا، انا نصيفطك التليفون ديالي. انا جيت يا خويا راه بغينا راك ما كاين مشكل. صيفط التليفون. كدير لينا خاويه في عامره. عرفتي انا جيت ان شاء الله للرباط، لنا شي اخوان بغاو يشوفوك هنا ان شاء الله بكل سرور في الرباط، وهنا ان شاء الله نستقبلوك استقبال بكل سرور ان شاء الله. يعني انا غنصيفط لك الهاتف ديالي، دخلتي للرباط علمني ان شاء الله. مرحبا والله. غندير لك ان شاء الله، غندير لك استقبال يليق بك الله يرجع لا خوت، ما كاين حتى مشكل. لا حيت شي ناس طلبوك بالاسم. راك روشيرشي. ما كاين مشكل. مرحبا اخويا، مرحبا بكل سرور. على كل حال اتمنى تحياتنا ابي طالب، تصبح على خير ان شاء الله. والله يوفقك ان شاء الله. وهذا كامل يا ابي طالب، هذا لا النصر والتيسير ان شاء الله. واصحابك ذوك اللي يصلوا معاك قول لهم قال لكم ابي طالب تطلبوا له مولانا. طالقين شيب دائما يجبروني. يقول لي صاحبك شمواسي عنه. واحد قاعد في بلجيكا دائما يسولني عنه. الله يحفظكم ان شاء الله يحفظكم. المهم شوف،
نحن نتمنى. يا ابي طالب شي صالح وشي زين والرفق بالناس والكلمه الطيبه صحيح. هي اللي ثبت مولاها، والحقيقه هي اللي ثبت مولاها. اما الخصومات الخاويه دي الروايات راهم الى عادهم قاعد يحصل لهم شي 50 سنه وهم متباكين على المسائل، شي يرقص شي يرصف شي يدبز شي يحوص شي ما نعرفهاش الفائده كاع ما يقل. ينضبط بمسائله يحترم راسه سابق الناس كامله، ما تمرق منه ما هو كلمه صالحه ولا انه حل ما هو شيء صالح. ذاك هو النجاح. صحيح. وتصبح لخير الدكتور، تصبح لخير مولاي، قال اعرف عنه راقد غير بعد الله يعمل ويصبح لخير ان شاء الله. الله يبارك في سيدي احمد، الله يطول عمرك. خويا ابي طالب الله يعطيك صحتك والله مرحبا بكم يحفظ لك عليك. يعني كل المتواجدين معنا شكرا لكم على ورودكم وعلى دعمكم وتكبيسكم. نحن موجودين هنا ونشق طريقنا بفضلكم. هذا كلام خاص للإخوة والأخوات اللي كبروا بنا، الله يكبر بهم. هنا أنا أرى كثير من الأمهات والأخوات اللي يطلعوا معنا هنا ويعني يستمعون ويكبسون. لكم منا كل الاحترام والتقدير والحب. شكرا لكم على هذا الدعم، شكرا لكم على هذه الثقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا للثقة التي وضعتم فينا. شكرا لكم وإلى أن ألقاكم. أترككم في حفظ الله وعونه.